في جرح بيجي من الناس الغريبة، بس في طعنة لما بتيجي من أقرب حد ليك بتكسر فيك حاجة ما بترجعش تاني. أحمد راجل بسيط من الناس الطيبين، اتجوز وهو عنده 30 سنة، حب مراته وادالها من روحه قبل ما يديها من جيبه. كان بيشتغل ليل نهار عشان يحقق لها حياة كريمة، كانت دايما تقوله أنا عايزة أعيش ملكة في بيتك، وهو صدق وحاول يخليها مش تحتاج حاجة من الدنيا. السنين جريت وخلفوا ولد وبنت، محمد عنده 9 سنين وجانا عندها 6، وكان بيقول دايما أنا عايش علشان ولادي، لكن الحقيقة إنه كان عايش في فيلم دور البطولة فيه مش ليه، ده كان مجرد كومبارس. كل حاجة بدأت تتغير بعد ما لاحظ إن مراته بقت باردة جدا، ما بقتش بتفرح برجوعه ولا بتسأل رايح فين وجاية منين، حتى عياله بقت تعاملهم كأنهم شغلانة تقيلة. وفي يوم رجع من الشغل بدري، فتح باب الشقة بهدوء، لقى صوت ضحك جاي من أوضة النوم. قلبه دق بسرعة، قرب من الباب، سمعها بتقول وهي بتضحك ما تقلقش هبعتلك العنوان، جوزي النهاردة مشي بدري. اتصدم، وقف مصدوم، حس بدوخة بس ما دخلش. رجع وقعد يفكر طول الليل، معقول تكون بتخوني؟ معقول اللي بينا ينهار كده؟ تاني يوم خد هدومه وراح للدكتور اللي عمل له تحاليل تأخر الإنجاب زمان، وقال له دكتور أنا كنت متجوز بقالي 11 سنة بس عايزة أطمن على نفسي. النتيجة كانت زي الصاعقة، أنت ما عندكش أي حيوانات منوية من الأساس، والنتيجة دي مش ممكن تتغير إلا بمعجزة. الدكتور بصله وقال له أنا مش فاهم إزاي يكون عندك أولاد. هو اتشل، مش قادر يفهم. يعني العيال دول مش من صلبه؟ يعني اللي شقي وتعب وصرف وربى مش عياله؟ رجع البيت متلخبط، بدأ يفتش، يلاحظ حاجات غريبة. لقى تليفون تاني كانت مخبياه، تليفون صغير لونه أحمر ما فيهوش أي صور للعيال، كله رسايل من رقم واحد بس واسمه محفوظ روحي. فتح الرسايل وقرأ كلام قلبه وجع بسببه. مشتاقة ليك، لما هنتلم بقى العيال نايمين وأنا هفتح لك من ورا جوزي. وآخر رسالة كانت أنا تعبت من التمثيل، نفسي أعيش معاك بجد. مسكتش، قرر ياخد خطوة، راح عمل تحليل DNA للعيال من غير ما يقول لمراته، وجت النتيجة بعد أسبوع، أصعب أسبوع عدى عليه في حياته. الدكتور قال له وهو باصص في الأرض أنا آسف يا أستاذ أحمد، محمد وجنى مش أولادك بيولوجيا. الدنيا لفت بيه، خرج من العيادة مش شايف قدامه، كل لحظة بيفتكر ضحكة ولاده، حضنهم، كلمتهم بابا. رجع البيت وهو بيترعش، مسك مراته وواجهها بكل حاجة وقال لها العيال مش عيالي صح؟ سكتت، وبعد لحظات ابتسمت وقالت له بمنتهى البرود ما كنتش بحبك من الأول، كنت عايزة أعيش أفرح، هو اللي حبني وهو اللي وقف جنبي وقت ما أنت كنت مشغول عني. اتجنن، صرخ، مسك التليفون يكلم أهله، لكن وقف بص في وش ولاده، حس إنه متعلق بيهم أكتر من أي وقت. بس الحقيقة كانت واضحة قدامه، دول مش ولاده. ومش بس كده، الصدمة الأكبر إن الراجل اللي كانت بتكلمه روحي طلع صديق عمره، صاحبه من أيام الجامعة اللي كان بيأمنه على بيته وهو مسافر، كان بيجي عندهم دايما على إنه أخوها في الرضاعة، وهما الاتنين كانوا بيخدعوه 11 سنة. النهاية النهاردة أحمد رافع قضية نسب، بس مش عشان يسيب العيال، لأ، عشان يفضح الخيانة اللي حصلت تحت سقف بيته. في خيانة بتعدي، بس خيانة من أقرب الناس ليك دي ما بتتغفش، حتى لو قلبك لسه بيحب عيالك اللي مش من دمك.